مساء النور والسرور على أحلى متتبعين. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كديرين لبس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. فيديو جديد ونهار جديد وعشية جديدة كيف العادة وكيف ولفتوا معايا يومياتي مع الدجاج. المهم هنايا بغيت نقرب الصورة عند هاد الفروج. نحاول نعاد فيه. هو صاد جه كيفاش هو محدود جات في يوميات هاد الفروج. هذا راه فروج الدندراوي حر. كنت خديتهم في البدايه ديالي، خديت سميتو خديتهم كتاكيت عندهم في عمرهم نهار واحد، خديتهم ب 15 درهم. اقسم بالله العلي العظيم سلاله حره. خديت في عمرهم نهار واحد ب 15 درهم. هو هذا. هي اختو الدجاجه، نوريكم اختو الدجاجه. نوض نوقف حنا نقرب حداها، نرد بعد الكاميرا خليها بعيده. كاينين خواتاتهم. المهم راه خرجوا ليا، كنت خديت 16 حبه، خرجوا ليا فيها ذكوره ونتوات. فينا هما الدندراويات. ها وحده فيهم. هي نحاول نقرب. هي هذه، هاي واقفه حدا الفيوميه. راه هي هذه اختو. هذه راها دندراوي. وانا كنسجل معكم واحد النمره كتصوني عليا، ما عرفتش واش غتحبس ليا الصوت ولا ما تحبسوش ولا كنتمنى ما يتحبسش الصوت، حيت حتى ولو انني بغيت نقطع الفيديو نحبس الفيديو ما كنتش. ها وحده اخرى حتى هي، ولكن حابسها الكاميرا، حابسها هاد النمره اللي كتصوني عليا دابا. نحاول نزولها. هي هذه. هي كتبان لكم بحال البيضه، ماشي هذه راه لي جورن. هي ماس. المهم هذا هو الدندراوي. كاين الفيوم الفضي والذهبي والدندراوي. هنا راني خويت ليهم الشرابات، خويتهم وغسلتهم كما كتشوفوا. راه البانيوات هنا خاويين حيت باغا نعطيهم الدواء ومعطشاهم. نجلس بعدا يا ربي العالي. المهم بغيت نشكر كاع الناس اللي كيدعموني وكيشجعوني وكيخليو بصمه زوينه وكيخليو تعاليق محفزه اللي كتخليني انني نزيد نشارك معكم التجربه ديالي المتواضعه مع الدجاج. نتمنى الناس اللي جداد ولا القدام ولا كلكم، نتمنى يعجبكم المحتوى اللي كنقدم. المهم انا اغلبيه الفيديوهات ديالي نقدر نقول لكم 99% ديال الفيديوهات اللي كندير كلهم مع الدجاج. قليل فاش كندير شي حاجه يعني خارجه على نطاق الدجاج، قليل بزاف. المهم راني مركزه غير على التجربه ديالي المتواضعه مع الدجاج ومع الكتاكيت. المهم غنوض نعمر شرابات باش غنشارك معكم المحلول اللي كنستعمل انا الدجاج ملي كيكون فيه الاسهال. هذا المحلول كينقي لهم الذات ديالهم، محلول زوين. راه حتى حنا اللي بنادم وكنستعملوه زوين بزاف، وخصوصا في هذه الوقيته ديال البرد. انا ما كنديروش ليس بالضروره في هذه الوقيته ديال البرد، ولكن كل مره كل ما تحت لي الفرصه وكان عندي شويه الوقت كنحاول ندير لهم هذا المحلول. زوين بزاف ما شاء الله، كينقي الذات ديال الطائر او ديال الدجاجه ولا الديك، وما كيخليش الاسهال. الناس اللي كيسولوا على الاسهال وكيقولوا لي شنو كديري ملي الدجاج القطيع ديالك، انا الحمد لله القطيع عندي مزيان، ولكن فايت ان سميتو فايت من جي عندي هاد القضيه ديال انا الدجاجه فيها الاسهال.
العلاج كيكون طبيعي. انا راه ما من داك النوع اللي ما كيمشيش لا عند البيطري ولا الصيدليه، علاج طبيعي 100% والنتيجه فعاله ما شاء الله. المهم غنوض نعمر لهم الشرابات ما باش غنضيف لهم هاد المحلول اللي غنشاركو معاكم. لا وصلتوا حتى لهنا ما تنساوش واحد اللايك، ما تنساوش واحد اللايك وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ومع الاحباب باش العائله تزيد تكبر. واللي عنده شي، وشكرا للناس اللي عندهم معلومات على الدجاج وكيخليو في لي كومونتير كيخليو يعني النصائح ديالهم اللي كنستافد منهم انا بدوري وكيستافدوا منهم ناس اخرين. شكرا لكم كاملين. طولت الهضره وبعض الناس غيقولوا لي برك تضاوي علينا خاوي. اش غنقول لكم. المهم تمشيو فين انا غنرجع معكم دابا. مهم هنا راه رجعت معاكم. هذا هو المحلول كما كتشوفوا هنا راه دايراه في هذه القنينه. كنشد الشيح ومهم انا الطريقه اللي كندير انا شديت مقراج ديال الماء طيبته فوق من البوطه وشديت الشيح حطيت في واحد الكاسرونه وخويت عليه هذاك الماء طايب وحطيت عليه طبسيل باش البخار ما يتبخرش. صافي وخليته حتى طلق مزيان وبرد واحد شويه. عاد درتو في هذا القرع حيت القرع ديال البلاستيك ولا درتو سخون راكم عارفين. المهم درتو هنا في هذه القنينه. وهنا راني عطشت القطيع ديالي تقريبا ما عطيتوش الماء من الصباح، ما عطيتوش الماء. الشرابات اللي كان فيهم حيدت لهم وعطشتهم دابا راه عطشانين. غنحاول انني رانا جلست نحضر الشرابات عمرتهم ما باش ما يجيوش ليهم غيجيو غيشربوا وانا باقا ما خويتش لهم المحلول. هذا الشيح راه زوين بزاف. ديروه تفكروني الناس اللي عندهم مشكل في القطيع ديالهم ديال الاسهال يديروا غير الشيح ويتفكروني. غنحاول هنا البانيو راه عمرته ماء. وحاجه اخرى ما درتش انا الشرابات كاملين عمرتهم، عمرت غير هذه وهاد البانيو. عمرت 3 البانيوات باش يقدروا انهم يشربوهم كاملين. راه عينك ميزانك الماء كيبان لكم ولا صفر. خليهم يدوزوا راه كانوا كيتسناو فيا نحيد هما تمو جايين. ندير عاوتاني هاد بانيو. هاد الشيء اللي كاين صافي هذا غنخليه حتى الغدا باش غنعاود ليهم. وعندي ديك خليط سلالات لداخل في سميتو وقيلا ندخل نديرو ليهم دابا نيت بلا ما نعكز حتى الغدا. غنحاول نشوف. غتقولوا لي والكتاكيت الصغار الكتاكيت ما فيهم لا اسهال لا والو، مع دايرين الفاكسا ديالهم ما كاين والو ماشي ما هي الا بغيتي ديري راه مزيان راه الوقايه خير من العلاج ولكن ما كاينلاش. الله يا ربي راه سميتو بعيد عليا. البانيو بعيد عليا ومع ذلك خويت فيه. حاول ندخل التليفون ضيعت في الارض شي العكز لي فيا. المهم راه دار ليهم في البانيو حيت يلا عمرتو ليهم وشطبت ليهم. المهم هنا راه كاين العتوقور الفروج هنا خليط سلالات ما شاء الله اللهم بارك. ما كتشوفوا الارضيه راها نقيه. هادو راه ما كيخرجوش للمسرح، خليهمش يخرجوا. داخله عندهم واحد الدجاجه كبيره راه كتبان لكم 2 دجاجات راه هذيك الكحله. هادو راه ما كيخرجوش للمسرح حيت فيهم واحد الفرارج مشاغبين وقباح بزاف ما كنخليهمش يخرجوا. نصدق راه هاد البنو هو اللي داير لهم كتفين كيبيضوا. والناس اللي شوفوا الناس اللي راه بزاف الناس داروا الخلطه اللي وريتها لهم وكانت معاهم الحصيله ديال البيض مزيانه وممتازه جربوها. غنحاول ثاني نخلي لكم الرابط ديال الفيديو ديال مكونات الخلطه اللي كندير، نخلي لكم في صندوق الوصف.
نخلي لكم في صندوق الوصف، ونخلي لكم حتى الرابط ديال الصفحه ديالي ديال الفيسبوك. دخلوا عندي الصفحه ديالي ديال الفيسبوك. مرحبا بكم كاملين، ونتمنى مره اخرى الفيديو ديالي يعجبكم. مع السلامه في فيديو اخر ان شاء الله مع معلومات جديده اكيد. دمتم في رعايه الله وحفظه.